السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. سموا بالله وحدوا الله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين النهارده اليوم ال 33 للفراخ البيضه الكبيره. عمر الفراخ النهارده 33 يوم. طبعا انا امبارح قلت لكم هعمل ان شاء الله خلطه للفراخ البيضه علشان في عطسه بسيطه، في كخه بسيطه خالص نلحقها برده ربنا يسترها. طبعا انا بصور لكم الفيديو بالنهار زي ما انا متفقه معاكم برده. بصوا يا حبايبي احنا بالنهار لسه مصور الفيديو معاكم بالنهار. طبعا انا كنت بصور امبارح الفيديو معاكم كان بالليل، قلت لكم ان شاء الله من اول النهار يطلع هنعمل خلطه للفراخ دي نلحقها، وبرده ربنا موجود حذر من القدر. احنا برده بنعمل اللي علينا وعلى قد ما نقدر عايزين نمشي اليومين دول من غير اي ادويه بشريه ولا بطاريه، برده عشان احنا النهارده 33 يوم يعني خلاص كلها اسبوع ونذبح ولا اقل من اسبوع برده حسب الظروف. سموا بالله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا عملت ايه يا ام مصطفى؟ انا عملت خلطه الثوم والبصل والليمون ونسبه خل وضربتهم في الكبه وخدت العصاره بتاعتهم، خدت العصاره اللي هو السايل والتفله يا جماعه دي العصاره اهي والتفله ثوم وبصل وليمون ونسبه خل، ضربتهم في الكبه وصفيتهم، خدت السايل وادي التفله. طبعا التفل ده يتحط على العلف والعصاره ده تتحط على الميه، بس العصاره عشان مش كتير احط سقايه واحده بس، هي سقايه واحده بس لان كده كده لسه بالنهار، وعقبال ما يجي الليل يكونوا هم خلصوا السقايه، واحط لهم ميه عاديه. والعلف احط عليه احط عليه التفل بتاع اللي هو الثوم والبصل والليمون يا جماعه. ماشي. الخلطه دي كويسه جدا للبرد، او ما عندكيش الفراخ ما عندهاش برد، لو هتحطها كوقايه مرتين ثلاثه في الاسبوع كويسه جدا، وبتفتح الشهيه وبتزود الوزن، ممتازه جدا جدا لعلاج البرد يا جماعه، ولو وقايه زي ما قلت لكم حطوها. المهم صموا بالله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ما ننسى هنبص على الفضلات بتاع الفراخ ونشوفها الاول. طبعا عزكم الله فضلات اهي مش اي حاجه اهي، برده الفضلات الطبيعي اللي احنا دايما متعودين بنشوف. في الوان متغيره يا جماعه بنقول، في عطسه كخه زي ما انتم عارفين، انا معاكم بما يرضي الله بنقول. تعالوا بقى كده برده اهو، بس مش باينه قوي. المهم الحمام كويس جدا اهو، فرفش كده الفراخ ونقومها. اللهم صل عليك يا نبي اهو. طبعا زي ما انتم شايفين هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنفضي العلف، لو في علف باقي هنفضيه ومش هنكتر في العلف عشان مش عايزين الخلطه دي تقعد معاهم الا من 8 ساعات ل 10 ساعات. الناس اللي بتحطها بقى وتقعدها كميات كبيره ساعات كتير، لا ما تحطيش علف كتير، كل ما تقللي في نسبه العلف وتكتري في الخلطه احسن لك عشان ما تقعدش قدامهم فتره كبيره. المهم صموا بالله. تعالوا بقى نشوف هنحط الخلطه ونحط السائل الاول، هنحط السائل على الميه وبعد كده نحط الخلطه. كده زي ما انتم شايفين هي سقايه واحده اللي حطيتها بحيث ان الكل يشرب منها، وكفايه قوي كده عشان كمان السائل مش كتير يا جماعه، فانا مش عايزه اوزعه على سقايتين واخففه كأني ما عملش حاجه بميه، فانا حطيت شويه السائل اللي طلعوا على سقايه واحده بحيث ان هم يستفادوا اكتر لما يكون على سقايتين. طبعا بقى هنا فضينا ركننا علفه وبرده مش عايزين نكتر في العلف، وحطينا الكميه بتاع البصل والثوم والليمون، وهم علفتين اتنين اللي انا هفرغ فيهم برده بحيث ان هم برده علفتين يبقى كل الازدحام عليهم ويخلصوا برده عشان ما نكترش في نسبه العلف. زي ما انتم شايفين بقى اهو، بصوا يا جماعه الخلطه بتاع البصل والثوم والليمون فاتح شهيه من الدرجه الاولى، وزياده وزن من الدرجه الاولى، ومضاد حيوي طبيعي من الدرجه الاولى. البصل دي مضاد حيوي طبيعي، والثوم مضاد سموم، والليمون انتوا عارفين فيتامين سي يا جماعه كويس جدا جدا للبرد، والخل مضاد سموم ممتاز جدا برده في اي حاجه بتدخليه. برده هنعملها مرتين كمان ونشوف. يعني الخلطه دي لو عند الفراخ برد تعمليها لمده 3 ايام على الاقل، 3 ايام على الاقل. البرد ما راحش بقى نضطر ان احنا نجيب ألفنت بشري، بس برده ما ينفعش ان احنا اول ما حاجه تتعب زي ما قلت لكم امبارح في الفيديو نجري على البيطري والبشري. نعالج بالاعشاب والخلطات احسن، وخصوصا لما يكوني مقربه تذبحي زي كده اللي هو في العمر الكبير، خصوصا لما هيجي لك اصلا اي ظروف فراخك تتعب او تسهل او تجي لها برد في العمر الكبير ده، ما تستعجليش على اي علاجات.
لان انت خلاص كده هتذبحي. في ناس بتبقى على 35 يوم، مش معقول يعني فاضل لهم يومين مثلا زي كده ويروحوا يجيبوا علاج بشري او بيطري. في ناس بتبقى على 36 37 وعلى 40 يوم. فما تستعجلوش على الفراخ يا جماعه، وتعالجوها الا لما تعملوا الخلطه دي الاول. جابت نتيجه يبقى خير وبركه، ما جابتش نتيجه نضطر ان احنا نجيب اولفنت برضو، وبرضو هنعمل الخلطه دي، برضو هنعالج بالاولفنت. والاولفنت كويس، مش حاجه وحشه يعني، ما بيأثرش على لحم الفراخ. اللي يأثر المضاد الحيوي يا جماعه، اللي يأثر المضاد الحيوي. ان شاء الله ربنا ما ان شاء الله ما يقولهاش وما نجيبش احنا كده كده لو حتى هنضطر ان احنا نجيب مضاد حيوي مش هنجيب. خلاص نذبح فراخنا احسن بقى، لان كده خلاص ده عمر كبير يعني. حرام ان احنا ندخل جسم الفراخ مضاد حيوي، احنا خلاص فاضل لها اقل من اسبوع يا جماعه، واسبوع ونذبح. فاحنا نبدا يعني نسنك فيهم كده بخلطه زي كده، او مثلا اولفنت عقبال ما نذبح. لكن مضاد حيوي استحاله هلجأ له، لان انا هذبح. ده المفروض لو انا حطيته يتمنع قبل الذبح بحوالي اسبوع، فانا هذبح هحطه ازاي وامنعه امتى واعمله امتى؟ ماشي. هنفرغ بقى في العلافات اهو، بس سمعونا الاول الصلاه على النبي. كده زي ما انتم شايفين حطينا سقايه واحده وحطينا علفتين. كل ما تقللي في العلف وكميه البصل تكون كويسه تبان على الفراخ وتعمل مفعول. كل ما تقللي مثلا في الميه وتحطي السائل يبقى السائل يعمل مفعول. لكن انت عندك شويه سائل طلعوا زي كده وهتحطهم على سقايتين لكنك ما عملتيش حاجه. يعني انا بحط 3 علافات او حطيت علفتين، رغم ان كميه البصل والثوم والليمون كتير، السائل اللي بسيط، بس برضو اكتفيت بعلفتين واكتفيت بسقايه واحده. الخلطه دي كويسه جدا، بس برضو نرجع ونقول الشافي العافيه والله. احنا برضو بنعمل اللي علينا وعلى قد ما بنقدر بنعالج بالخلطات يا جماعه، بنعالج بالخلطات. فربنا يسترها ويعدي اليومين اللي فاضلين على خير، وان شاء الله ما نلجاش للاولفنت، مع ان الاولفنت يعني مش حاجه يعني وحشه او مثلا هيأثر او يأثر على لحم الفراخ زي ما قلت لكم. بس لو لجأنا للاولفنت عادي يا جماعه، عادي، الدواء عادي. اللي يأثر على لحم الفراخ واللي يمرر لحم الفراخ قلت لكم عليه كذا مره 3 حاجات: المضادات الحيويه، الحلبه، والشيح. ال3 دول يتمنعوا قبل الذبح، ما تلجئيش لهم خالص. حتى لو الفراخ لا قدر الله جالها اسهال ما ينفعش تحطي الشيح برضه، هتضطري تحطي فلاجيل بشري، هتضطري تحطي فلاجيل بشري ونشا واللهم صل على النبي رز مطحون على العدس. هتضطري ان انت تلجئي الاعشاب خلطات. المهم اي حاجه سواء برد سواء اسهالات. لكن اي حاجه وانت في العمر ده زي ما قلت لك الفراخ عندك في العمر بتاعي ده حرام ان انت تحطي مضادات حيويه يا جماعه، بتغير لحم الفراخ، بتغير من طعم لحم الفراخ وبتمرره. والشيح نفس النظام والحلبه نفس النظام. فحد جاله ظروف زي كده عمر 33 يوم يا جماعه، انا وزنه معاكم عمر 30 يوم، فرخه 2600 2 ونص 2 وربع كيلو 800. ايه يا جماعه؟ يعني الفراخ دي لو ناس غير انا يومين ويذبحوا، عمر 35 يوم يذبح له. هم مش عايزين موازين تقيله وهي مش هتبقى خفيفه برضه. يعني الفرخه لو جت 2 ونص مثلا، هنضرب الفراخ كلها لو جت 2 ونص، وهي كانت معايا فراخ 2 ونص المره اللي فاتت في عمر 30 يوم، مش وحش. فحرام ان احنا نحط الحاجات دي واحنا على خلاص وش ان احنا ذبح ان احنا هنذبح. ماشي. يلا حبايبي بقى، دي الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. عمر 33 يوم، وربنا يعدي دورتنا على خير احنا وانتم وجميع المسلمين والعالم كله يا رب. اشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير. بس بالله عليكم اللي يشاهد الفيديو يحط لنا اللايك، فضلا وليس امرا، جزاك الله كل خير. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.